الحق يا جدع، الناس الوحشه الكدابه مصوره الجنه. Excuse me, I do not understand you. Can you speak slowly? على كده نشوف. صباح الخير عليكم. دايما اسم ناسا مرتبط مع المسطحين بالخداع البشريه. مش بس كده، ما وصلش معاهم الموضوع للصعود الى الفضاء وخداع العالم بكرويه الارض والصعود الى القمر اللي مش موضوعنا دلوقتي. ده وصل بيهم الحال وهبت منهم على الاخر، بقوا ينقلوا اي تخاريف كعادتهم عشان بس يثبت ان الناس بنت الايه ديت بتخدع. قاموا لقوا فيديو وصور، هوب الحق يا جدع دي الناس الكدابه بتقول لك دي صور الجنه. طبعا الموضوع مش محتاج انك اصلا تتاكد من حقيقه الكلام اللي بيتقال ده او الصور اللي انتشرت دي او الفيديو اللي انتشر ده، لان طبعا مروجي الارض المسطحه ما صدقوا كعادتهم عشان يصور لك ان الناس دي بتكذب على البشريه، وبقى دوت دليل على كذب ناسا. هما طبعا ما صدقوش لان هما بيكذبوا ناسا، فهم مش مصدقين الصور دي، فبالتالي هما طالعين يكذبوا ان ناسا بتقول ان ده صور الجنه، فالناس كده كدابه يعني. لكن الجماعه المسطحه اللي بتفتي وبتروج لدين علماني، والدين العلماني دي كارثه من الكوارث اللي هي موجوده دلوقتي، مع كارثه اخرى اللي هي بدايه تلحيد الشباب. الكلام ده احنا بنتكلم فيه بعدين. فخليني انا اقول لك ان ناسا ملهاش علاقه بالصور دي اصلا، ولا هي روجت ان دي صور جنه، ولا اي كلام من اللي هم بيهبدوا فيه ان ناسا طلعت الصور دي، ولا ناسا اتسرب منها الصور دي على اساس ان هي صور الجنه. وفي الاول قال لك صور الجنه متسربه من ناسا، وبعد كده لما الموضوع ما انتشرش قوي رجع قال لك ان ناسا بتكذب على الناس ومنزله صور بتقول عليها ان دي الجنه، بالظبط زي ما اثبت ان الارض كرويه من قبل ميلاد ناسا ودوله ناسا اساسا قبل ما يظهروا في الوجود. تعالى بقى اوريكم القصه كامله عشان تعرف المسطح او عقل المسطح بيفكر ازاي. الفيديو اللي انت شفته ده واللي انتشر ده كان في فبراير 2024 بعنوان حقيقة ام مزيف، ناسا وجدت الجنة باستخدام تلسكوب هابل. الفيديو نزل صور عبارة عن قصور عالية في الفضاء من الذهب، واتقال ان تلسكوب هابل هو اللي صورها، وان دي صور متسربة من ناسا. طلعت المتحدثة باسم ناسا اولا نفت كل الصور دي، وقالت الصور ملهاش علاقة بالواقع، وقالت الصور دي كانت موجودة على الموقع بتاع ناسا على الانستجرام لبعض الكويكبات اللي بيشع منها نور نتيجة تداخلها، وفي شبه كبير للصور دي، وكانت تحت عنوان بحار الفضاء العظيم، وتم تحريفها. خد القنبله دي وبعتها لكل مسطح ان في جريده ساخره هي اللي نشرت الخبر ده، خد اللي اتقل من كده وبعتها لكل مسطح برضه. كان في سبتمبر سنه كام يا ودماغ مسطحه؟ سنه 2009. سنه كام؟ 2009. ان الخبر ده نزل بجريده ساخره سنه 2009. شوف كده تاريخ واضح طبعا قدامك. هسيب لكم اللينكات بتاعت الحاجات ديت في التعليقات عشان تتاكد من الكلام ده. ده الفيديو اللي لسه نازل وانتشر خصوصا مع المسطحين لان هم ما عندهمش مخ. المهم ان هو يثبت ان الناسا دي كدابه وبتخدع الناس، ودي الجريده اللي نزلت الخبر سنه 2009. طبعا ده مش دفاع عن ناسا، لان داخل مجال الفضاء شركات كتير غير ناسا، وفي عرب كمان دخلوا مجال الفضاء، فالموضوع مش مقتصر على ناسا. الموضوع كله ان دي مهمتنا، ان احنا بنكشف الحقائق لأي حاجة مزيفة أو أي حد بيخدع الناس، نكشف لكم حقيقة الموضوع ده. مش كلام ولا بنقول إنشا، لا احنا بنجيب أدلة وبراهين، أدلة علمية وأدلة دينية. أي دليل يثبت تزييف أي حاجة بنقدمها للناس، بالذات في سلسلة ما وراء الطبيعة اللي احنا عاملينها ولسه بنخلص حلقات فيها عن المسطحين ودماغهم المسطحة والأرض المسطحة وسكان جوه في الأرض وليلى عبد اللطيف، حاجات كتير إن شاء الله تعجبكم.